مسلسل أمي الحلقة 50 عبيد يخطف بسمة. تعالوا نشوف مع بعض باقي التفاصيل، بس في الأول كده لايك الفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. من الواضح أن عبيد قد نفذ صبره حتى قرر أن يخطف بسمة في أحداث مسلسل أمي الحلقة 50 لكي يضغط على سهام أن تعود إلى المنزل ويحصل على الأموال من أبلة مريم. تلقت سهام مكالمة غير متوقعة على هاتف نورة من الرائد مازن يطلبها في مركز الشرطة بسبب شكوى قدمها عبيد ضدها، وحاول مازن بشكل شخصي إن هو يسألها هل تتعرض لعنف أسري أو ما شبه ذلك من زوجها، لكن سهام تصر على الإنكار. هذه المكالمة أثارت ذعر سهام واتصلت على الفور بعبيد لكي تترجاها إن هو يسامحها، واتفقوا إن هما يلتقيان في أحد المقاهي بمكان عام خوفا من تصرفاته العنيفة معها. لكن في ذلك الوقت اتصلت مها السيدة التي كان يعرفها عبيد في الماضي، الأمر الذي زاد توتر بينهما. قررت سهام في لحظة عصبية أن تعود إلى المنزل عبيد بعدما حاول الأخير إقناعها بالعودة لكي يصل على الأموال ويحصل على الأموال التي حقق بها ما يطمح في محاولات عديدة من نورة للتدخل لكي تحل الأمر، لكن سهام ترفض. بعدما راقب سهام وعلم أنها تسكن في منزل نورة أم مريم، ذهب عبيد وخطف بسمة لكي يهدد ويضغط على سهام لتعود إلى المنزل وتعطيه الفلوس التي طلبها من مريم. انطلق زي ما حضراتكم كده قصة مسلسل أمي بتعود في أحداث حول طفلة صغيرة تعيش في بيئة قاسية يغلب عليها الإهمال والعنف من زوج والدتها لتجد طوق النجاة في معاملتها التي تقرر أن تنفذها من واقعها المؤلم. المسلسل مستوحى من قصة يابانية شهيرة، وقد قدمت بنسخة تركية ناجحة عام 2016 لتأتي النسخة السعودية بحس درامي عاطفي يحمل رؤية إنسانية مميزة. ولحد كده بيكون انتهت الحلقة بتاعت اليوم، انتهى الفيديو مع حضراتكم لحد كده، ومع السلامة.